اهلا بيك عزيزي المسافر في قناتنا دردشة سفر، والنهارده هندردش مع بعض شويه عن ازاي تعمل وثيقه تامين السفر لو انت مسافر بره مصر. هقولك على كل حاجه بالتفصيل الممل، لكن قبل ما نبدا ما تنساش تعمل اللايك الجميل بتاعك واشتراك في القناه وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل فيديوهاتنا الجديده. طبعا كلنا عارفين ان من اول 1/7/2021 طلع قرار من اداره الجوازات ان وثيقه تامين السفر بقت اجباري على اي حد هيعمل جواز سفر جديد. الاول، ايه هي وثيقه التامين اصلا وايه مميزاتها؟ دي وثيقة بتأمن عليك بحد أقصى 30,000 يورو أو ما يوازيها بأي عملة تانية. يعني معنى كده إنك هتدفع مبلغ 30,000 يورو؟ لأ طبعا، مصاريف إصدار وثيقة التأمين يعتبر مبلغ رمزي جدا هقولك عليه كمان شوية، لكن هنا المقصود إن ده المبلغ اللي شركة التأمين بتأمن بيه عليك. بتستفاد بقى من التأمين في حالة إنك لا قدر الله دخلت مستشفى وأنت برا مصر ومطلوب منك عملية جراحية أو أدوية لازم تاخدها أو أي نفقات طبية بشكل عام. في الحالة دي شركة التأمين ملزمة تدفع لك كل التكاليف، ولكن بحد أقصى 30,000 يورو زي ما قلنا. كمان لو حصل حالة وفاة فطبعا في رسوم لنقل الجثمان لمصر، ولكن في الحالة دي شركة التأمين ملزمة تتكفل بكل المصاريف. ده غير إن في بعض سفارات الدول بتطلب تأمين سفر إجباري عشان يوافقوا على التأشيرة زي سفارات بعض الدول الأوروبية. ولكن في ملحوظة مهمة جدا خلي بالك منها، هتقدر تستفاد بالتأمين بتاعك في حالة انك مسافر لأي بلد بره مصر سياحة فقط. بمعنى انك لو مسافر بلد وانت معاك اقامة او بتشتغل فيها، في الحالة دي مش هتقدر تستفاد بالتأمين زي ما قلنا، ده في حالة انك مسافر سياحة فقط، وكمان مش هتقدر تستفاد بالتأمين جوه مصر، ده في حالة انك مسافر بره مصر فقط. طيب وثيقة تأمين السفر سعرها كام؟ سعرها بتاريخ تصوير الفيديو حوالي 300 جنيه. طيب ازاي بقى اعمل وثيقة تأمين السفر؟ لو انت بتقدم على جواز سفر جديد فكده كده انت هتستلم جواز السفر عليه وثيقة التأمين جاهزة. يعني مصاريف استخراج جواز السفر اللي هتدفعها هتكون اصلا شاملة رسوم اصدار وثيقة تأمين السفر، وبتكون عبارة عن ستيكر هتلاقيه في اخر صفحة في جواز السفر. وبالمناسبة انا كنت عملت فيديو فيه شرح ازاي تعمل جواز سفر جديد، هتلاقي فيه كل المعلومات اللي انت محتاجها بالتفصيل الممل. هسيب لك اللينك في صندوق وصف الفيديو تتفرج عليه. طيب انت قلت لنا من اول 1/7/2021 جوازات السفر بقى يطلع معاها اجباري وثيقة تأمين السفر. طيب لو انا كنت عامل جواز سفر قبلها، هل اجباري اني اعمله؟ لا، هو مش مطلوب منك اجباري انك تعمله، وانا شخصيا سافرت بالباسبور بتاعي بره مصر قبل كده من غير ما يكون عليه ستيكر وثيقة التأمين. ولكن زي ما شرحنا ان في بعض السفارات الدول تطلب منك اجباري وثيقة تأمين، فبدل ما كل مرة تسافر وتروح لشركة تأمين خارجية وتدفع لك في حدود 10 دولار في كل مرة بتسافر فيها، فانت اوفر لك انك تعمل التأمين الخاص بإدارة الجوازات. انت كل اللي هتدفعه 300 جنيه هتدفعها مرة واحدة وتقدر تستفاد بالتأمين طول ما جواز سفرك لسه ساري. طيب لو انا جواز سفري قديم ومفيش عليه ستيكر تأمين السفر، اقدر اعمله ازاي؟ الموضوع سهل جدا، هتروح لأقرب إدارة جوازات ليك وهتلاقي جوه في مكتب لشركة امان، هتروحوا معاك جواز سفرك وصورة شخصية ومبلغ 300 جنيه هتدفعهم لشركة امان وانت واقف، وهيسلمك ستيكر التأمين وهيلزقه في اخر صفحة. طيب اشرح لنا ازاي بقى نستخدم وثيقة تأمين السفر. الموضوع سهل جدا، هتدخل على الموقع الخاص بشركة التأمين، هسيب لك اللينك في صندوق وصف الفيديو. هتلاقي مطلوب منك تكتب رقم وثيقة التأمين، الرقم ده هتلاقيه مكتوب على الاستيكر في اخر صفحة في جواز السفر، وبعدها مطلوب منك تكتب الرقم القومي بتاعك، واخر حاجة بيسألك عايز تطبع وثيقة السفر بالعربي ولا بالانجليش. الافضل طبعا انك تطبعها بالانجليش، وبعدها هيظهر لك وثيقة تأمين السفر تقدر تحملها كملف PDF وتطبعها بنفسك. طيب صلاحية وثيقة تأمين السفر قد ايه؟ هي بتكون مرتبطة بصلاحية جواز السفر واللي هي 7 سنين، يعني انت هتدفع 300 جنيه مرة واحدة وهتقدر تستفاد بالتأمين لمدة 7 سنين لأي مرة تسافر فيها برا مصر من غير ما تدفع اي رسوم زيادة. ولكن خلي بالك لو انت كنت عامل جواز سفرك قبل سنة 2021، يعني قبل قرار ادارة الجوازات ان التأمين يكون اجباري، في الحالة دي انت لما تروح تعمل وثيقة التأمين هتكون مدة صلاحيتها مرتبطة بتاريخ انتهاء جواز سفرك. يعني مثلا لو رحت وعملت التأمين وكان لسه جواز سفرك فاضل فيه على انتهائه 3 سنين، يبقى كده مدة صلاحية وثيقة التأمين هتكون 3 سنين فقط. ال7 سنين زي ما قلنا في حالة انك لو عملت جواز سفر جديد. وبكده يا عزيزي المسافر نكون خلصنا فيديو النهاردة. لو الفيديو عجبك ما تنساش تدعمنا بلايك للفيديو واشتراك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل فيديوهاتنا الجديدة.